صباحكم فل. عندنا دايما اعتقاد ان الغرب دايما احسن مننا او اشطر مننا او متقدمين عننا. الموضوع ده في جزء منه صح وجزء منه غلط، مش كله صح ومش كله غلط. من ضمن الحاجات اللي مش غلط ان هم عندهم نفس المشاكل بتاعتنا، وساعات ما بيكونش في حلول ليها بالرغم من تقدمهم وبالرغم من ان هم اسرع مننا في التكنولوجيا في الحاجات دي. لكن احنا اعتقادنا دايما ان هم احسن عشان بنشوفهم عندهم فلوس وعندهم تكنولوجيا وعندهم الحياة اسرع والتطور بتاعهم اسرع. في الحتة دي هم صح متقدمين اكتر، لكن في حاجات كتير انا فوجئت مثلا لما عشت في اوروبا في المانيا انه في حاجات كتير قوي هم يعني قريبين من، مش زينا احنا اصعب، لكن هم قريبين فيها بالرغم من التقدم وبالرغم من الفلوس لكن عايزه اقول ان جزء كبير من تقدمهم اساسه العلم. يعني لولا العلم، وده اللي لازم نركز عليه على اولادنا في المستقبل، ان حتى تعليم عام ولا خاص ولا بقى بفلوس ولا مش بفلوس، الحاجات دي كلها لازم تصب في الاخر في مصلحه ان يبقى فيه ابحاث، لان طول ما فيش ابحاث وما بتقيسش حاجه فانت مش هتتقدم ازاي؟ هتتقدم جهجهوني كده اهو بالنظر، نقيس كده بعينينا ازاي يعني يا جماعه؟ ما ينفعش. لازم الانسان يبقى عنده مقاييس بيقيس بيها ومعايير، وبعد ما يقيس يشوف الاخطاء ويبتدي يصلحها. يعني في بروسيس كبيره لازم ناخد بالنا منها. وعلشان هو بيزمر ليه؟ هنا 30 الماشي 30 بيزمر لي ليه؟ اهو اديكوا شفتوا نموذج اهو الماني وبيزمر مع ان هنا صعب قوي تسمع بيب بيب دي خالص. ففي حاجات كتير هم فيها شبهنا كبني ادمين، عندهم مشاكلهم. في ناس كتير بتقتل، في ناس بتخون، في ناس بتغش وبتكذب، في كل حاجه. بني ادمين طبيعيين زينا يعني ما نتخيلش انهم ملائكه او ان التطور والتقدم بتاعهم العلمي خلاهم ملائكه. لا، هم مش ملائكه واحنا مش شياطين، بس احنا يعني اوحش كتير الحقيقه يعني. ولكن لما بنتحط في البيئه الصح بنبقى ناجحين وبنبقى كويسين. صباحكم فل. رشا امين.